أمور مهمة أحب أقولها قبل ما ندخل إلى إيش سبب إن النوايا ما قاعد تتحقق، أو شنو المعيقات اللي لازم نسمح لها إنها ترحل. النقطة الأولى المهمة، على فكرة إحنا طول اليوم قاعد نسوي نوايا، طول اليوم الأفعال والسلوك اللي يصدر مننا كان وراه فكرة فيها مشاعر نتج عنها سلوك معين، لكن لأنها أمور صغيرة وبسيطة وحاسين إن إحنا قادرين نسويها كامل، فما نفكر إنها هي فعلا نية وتحققت، هدف وتحقق. يعني منو مننا يقعد ويمسك ورقة وقلم يبي يسوي خطة ويبي يطبق شروط النية على إنه يقوم يشرب كأس من الماء؟ لا، وضع طبيعي إنك تقوم تشرب كأس من الماء، لكن كان فيها وراها فكرة إن أنت تبي تشرب ماء، كان عندك مشاعر بالعطش إن أنت تبي تروح تشرب ماء، كانت دافع لك إنك تقوم وتتحرك وتشرب الماء. لكن إحنا ما نفكر فيها إنها عبارة عن نية ولازم نقعد ونكتبها. متى نسوي هذا الموضوع ونحس إنه مهم ولا وهذه نية؟ لما يكون الموضوع اللي نبيه شوية بعيد عن الوضع الحالي اللي إحنا فيه. أنا دخلي في الشهر 500 دولار، أبي دخلي يصير 5000 دولار بالشهر. هنا تحس إن في مسافة، فبالتالي تحس إن الموضوع لا، لازم أنا أقعد وأكتب وأحدد أهداف وأشوف الخطة وأطبق كل شروط النية. بينما طول اليوم إحنا عندنا نوايا وجالسة تتحقق، لكن إذا شفناها من هذه الزاوية هذا حيعطينا دافع إن أنا عندي نوايا كثير قاعد تتحقق، فليش جت هذه النية الوحيدة بينما في نوايا كثير قاعد تتحقق؟ لكن النقطة المهمة اللي إحنا لازم نفهمها ونركز عليها إن إحنا طول يومنا عندنا أهداف وقاعد تتحقق، فقط الأهداف الكبيرة اللي إحنا نستصعبها أو في داخلنا معيقات لها هي اللي نحس إنها هي نية أو هدف ونبي نحاول نفكر فيه كيف نحققه. الشيء الثاني، لما ما توصل لهدفك وما تحققه، لما تشوف نواياك ما قاعد تتحقق، راجع نفسك، لأن الله عز وجل ما عنده أي مشكلة إنه يعطيك كل اللي أنت تبيه. في حديث قدسي الله عز وجل يقول يعني لو قام الإنس والجن كلهم مرة واحدة، كلهم من لما خلق الأرض إلى نهاية الأرض، وطلبوا كلهم نوايا محددة ويبوا يحققون أهداف محددة، والله أعطاهم كلهم كل اللي يبونه، ما نقص هذا من ملك الله شيء. فالله ما عنده مشكلة إنه هو يعطيك اللي أنت تبيه. الله ليس هو العقبة ما بينك وما بين تحقيق نواياك وأهدافك، لا، أنت ارجع لنفسك، لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ارجع أنت مستواك أنت كإنسان، كجسد وكنفس وكروح، فين المعيق عندك؟ الشيء الثالث، كل اللي أنت تتخيله وكل الأهداف اللي تقدر تفكر فيها وكل النوايا اللي حتكتبها من الآن إلى بعد 20 سنة كلها موجودة، بس أنت مو شايفها في واقعك، لكن هي في واقع الأقدار، في عالم الأقدار، في عالم الاحتمالات كلها موجودة، سواء حتى اللي ما فكرت فيه برضو موجود، لكن هو ما ظهر لك في واقعك المادي في حياتك، بس مش معناته أنه مش موجود، هو موجود بس أنت مش عارف كيف تدخل وتاخذه. إذا شبهناه بمثال بسيط، تعرفون هذا الكاس اللي هذا اليومتين يحطون عليه صور وعبارات واللي يكون مسوى بطريقة سرية مخفية، يعني أنت لما تشوف الكأس تشوفه إنه ما في عليه أي شيء، لكن لما تسكب داخله ماء حار أو شاي أو قهوة حارة لازم تلاقي الصورة تظهر. طيب هل قبل ما تحط الماء الحار هي ما كانت موجودة؟ لا، هي موجودة بس أنت مو شايفها، أنت ما سويت الشروط اللي لازم تسويها علشان تظهر لك في واقعك وتشوفها بعينك. نفس الفكرة، لأن أنت ما عندك نية وما طبقت شروط كل النية صح اللي هي الماء الحار أو القهوة الحارة، فبالتالي ما راح تظهر لك الصورة. فإذا طبقت الشروط حقة النية من إرسال ومن استقبال صحيح، كأنك سكبت الماء الحار في هذا الكأس وطلعت لك الصورة وتجلت في واقعك. هل هي موجودة؟ هي موجودة، بس أنت عادك توك إلى الآن ما عرفت الطريقة الصحيحة اللي تدخل لعالم الأقدار، عالم الاحتمالات، وتاخذ الشيء اللي أنت تبيه. علشان كذا هذا اللي إحنا نبي نوصل له، مو بس
نعرف شنو هي الشروط حقة النية أو مكونات النية، نبي نعرف كيف فعلا نتمرس إن إحنا يكون بالنسبة لنا جدا سهل إن إحنا ندخل لعالم الأقدار، ناخذ القدر اللي نبيه ونخليه واقع في حياتنا. معناته بألفاظ أخرى ننوي نية، نحط أهداف، نطبق شروط النية كلها صح، نستقبل تجلي النية في حياتنا.